Nothing's impossible. And the only time we say never around here is when we say never give up. I'm not just going to the Royal Rumble. I'm going to win the Royal Rumble. You want some? Come get some. بسم الله، اهلا بيكم يا جماعه. معاكم جوبا. اهلا بيكم في حلقه ملخص وتحليل عرض الرو الاول على نتفليكس. عرض الرو اللي WWE روجت له لشهور وشهور. عرض الرو يوم 6 يناير 2025. كل سنه وحضراتكم طيبين. دخلنا في عصر جديد من المصارعه الحره، عصر جديد، عصر حاجات كتيره فيه هتبني على مدار قصص طويله الامد بشكل كبير. عرض الرو كان مميز جدا، فيه حاجات كتيره جميله جدا، في حاجات كتير غريبه بصراحه، وفي حاجات كتير محتاجه تفسير ومحتاجه تبقى انت معايا واحده واحده عشان اشرح لك كل حاجه بالتفصيل. قبل ما نبتدي حابب افكر حضراتكم يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد اول باول، وتعملوا لايك عشان الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. بدون الخوض في تفاصيل كتير، يلا بينا نبتدي. تريبل اتش يفتتح عرض الرو ويقول اهلا بيكم في عصر المصارعه الحره على نتفليكس، علشان الافتتاحيه الرسميه تاتي بعوده الاسطوره ذا روك الفاينل بوس، اللي خد الشخصيه دي ورماها على طول في الزباله وضرب الشخصيه بالجزمه ودمر سيناريوهات 9 شهور لاجل الغرض الاعلاني فقط. غرض الدعايه والاعلان كان غالب على WWE. ذا روك شكر الجميع، دخل وسلم على كل الناس، وظهر ان هو ذا روك الفيس المحبوب، وشكر حد ما كناش نتصور ان هو في يوم هيشكره ابدا، وهو كودي رودز، لما قال انا بشكر الراجل اللي شال الاتحاد على ظهره طوال السنه اللي فاتت، الا وهو كودي رودز. شكرا ليك يا اخويا يا نهار ابيض. يعني هو طبعا قال له سلم لي على امك والكلام الفاضي ده كله، بس يا جدعان والله دي كانت حاجه غريبه جدا، لان المفروض ان ذا روك ما كانش يكسر الشخصيه دي. بالعكس، كمان بعد ما خلص البرومو راح حضن كودي رودز علشان ينهي رسميا السيناريو الخاص بيه مع كودي رودز نهائيا، وقال كمان عن رومان رينز ان هو الزعيم الاصلي الحقيقي، وان هو هيكون ضد سولو سيكوا. ده نزال اساسا يجلب له الفخر والشرف، لان هو هيكون فخور جدا بان هو يتفرج على نزال الاولى فلا بين رومان رينز وسولو سيكوا عشان يكسر الشخصيه اكتر واكتر ويضيع شخصيه ذا فاينل بوس نهائيا، علشان يقول ان هو رجع تاني كمصارع محبوب. وهنا ياتي بالختام بان هو هيسلم القلاده للفائز. فدي كانت حاجه غريبه جدا. ذا روك دمر كل السيناريوهات اللي على مدار ال9 شهور اللي فاتت، ودمر كل السيناريوهات الخاصه بريسل مانيا 40 وريسل مانيا 41. وهنا انا بقول لك ذا روك مش هيكون متواجد في ريسل مانيا 41 لان عداوته مع رومان رينز مش هتحصل. هو سلم القلاده لرومان رينز بعد فوزه بنزال سولو سيكوا، وهنتكلم عليه بالتفصيل. وكمان حضن كودي رودز وانهى العداوه بتاعته رسميا، فمش هيكون متواجد في ريسل مانيا 41 نظرا لانشغاله في هوليوود. ودي كانت اخبار سابقه من كل الصحف الامريكيه ان ذا روك مشغول بجدول اعماله بهوليوود بمجموعه افلام ومسلسلات فاشله جديده هو بيعملها، ومع ذلك مفيش ذا روك في ريسل مانيا 41، وبكده هيغيب ذا روك لمده سنه او اكتر كمان عن عروض WWE. كل ده ذا روك عمله عشان هو دفع 41 مليون دولار علشان يمتلك اسهم في شركه TKO المالكه لاتحاد WWE، علشان يبقى من ملاك اتحاد WWE، فبالتالي لازم يكون هو واجهه الشركه. نيجي بقى للنزال الاول معانا النهارده والافتتاحيه، سولو سيكوا ضد رومان رينز. النزال الترايبال كومبات رولز اللي على قلاده الاولى فالا، اللي هو النزال اللي بلا قوانين من الاخر. سولو سيطر في بدايه المباراه، وكمان ضرب رومان رينز بالسلم وبالكرسي وبالكيندو ستيك وعمل فيه كل اللي ما يعمل، ولكن يرد رومان رينز بانه كسر عليه الترابيزه الخشب بالفينش اللاست رايد الخاص بالاسطوره اندرتيكر. ولكن طبعا لم يخلو النزال من التدخلات. ده هنت من النزال بتاع رومان رينز وكودي رودز اللي كان في ريسل مانيا 40، اللي كان فيه تدخلات كتير وتدخلات كتير مفاجاه، وده اللي حصل بالفعل. تاماتونجا وجاكوب فاتو تدخلوا لصالح سولو سيكوا علشان ينقذ رومان رينز، سامي زين وجيمي اوسو، وفي النهايه يخرجوا الاربع مصارعين بعد انقاذهم لرومان رينز. العظمه وظهور كيفن اوينز يفنش رومان رينز بستانر علشان يفتح سيناريو قادم مع رومان رينز في المستقبل. كيفن اوينز ضد رومان رينز تطبخ على نار هادئه، ده دليل على الكراهيه. كيفن اوينز رايح على رومان رينز بعد ما يخلص عداوته مع كودي رودز، وهنا طبعا كودي رودز المحاسب بطل اتحاد WWE لازم يخش الانقاذ رومان رينز كالعاده، وكمان ان هو يهجم على كيفن اوينز ويخرجه بره النزال تماما علشان رومان رينز يفنش سولو سيكوا ب2 سبير، ثبته 1 2 3 ويكسب النزال بكل تاكيد. ويبقى كده هو الترايبال شيف، ورومان رينز يتم الاعتراف
اعتراف بيه من كل الساموان، وكمان معاهم بول هيمن كده بقى هو معاه اكيد، علشان يظهر ذا روك يحمل القلاده من بول هيمن ويلبسها لرومان رينز ويعترف بيه كزعيم للقبيله، وتوظف في سيناريوهات السنه اللي فاتت في كرنجات غريبه جدا. بص، هو النزال يستحق تقييم 9 من 10، لكن احداثه هي اكيد لا تزيد عن 2 من 10 بسبب اللي حصل من ذا روك وكسره لشخصيه ذا فاينل بوس وكسره للمصداقيه بتاعته هو شخصيا، وسيناريوهات المصارعه الحره في اتحاد WWE اللي ممكن تتكسر بين يوم وليله، وكل العداوات اللي كانت هتحصل في ريسلمانيا 41 اتفركشت رسميا. فزي ما قلت لك ذا روك ورومان رينز مش هيصارعوا بعد كده في ريسلمانيا 41، وبالتالي برضه ذا روك وكودي رودز مش هيصارعوا بعد في ريسلمانيا 41 نظرا لانشغال الروك في هوليوود، فبالتالي ذا روك مش هيكون موجود في ريسلمانيا 41، وغالبا يا جماعه مش هيكون موجود لمده سنه او اكتر زي ما كل الصحف الامريكيه قالت، وشكلها كده صدقت بصراحه. ناتي بقى لحاجه مهمه، اعلان WWE لتواجد عرض الرويال رامبل 2026 في المملكه العربيه السعوديه. الف مبروك للمملكه العربيه السعوديه، عرض مهم بالنسبه للعرب عموما يقدروا يحضروا الرويال رامبل بكل سهوله، هيكون حوالي ساعتين او 3 او اكتر، كبرها 5 ساعات ان انت توصل للسعوديه ايا كانت بلدك فين، ايا كانت بلدك العربيه. فالف الف مبروك للمملكه العربيه السعوديه. WWE هي دلوقتي في تحدي مع الامريكان مش التحدي مع المملكه العربيه السعوديه، لان الامريكان مش راضيين عن الفكره عموما، والموضوع ده هيبقى ليه صدى. فهل يا ترى هتستمر الخطه؟ انا اتمنى انها تستمر والمملكه العربيه السعوديه تاخدها. لو ما استمرتش هيبقى عادي، مش هيكون مفاجئ ليا، علشان باللي حصل النهارده بذا روك واحداث عرض الرو اثبتت ان WWE ممكن تكسر اي اتفاقيه واي عداوه واي سيناريو ليها قادم في اي وقت، مش هيفرق معاها اي حاجه. وطبعا هضيف لك ان ده شرف لينا كعرب ان احنا نستضيف عرض رويال رامبل بكل تاكيد، واتمنى نجاحه في المملكه العربيه السعوديه. برضو من الحاجات يا جماعه اللي لاحظت ان هي اتغيرت، ان الحلبه نفسها اتغيرت للون الاسمر، وبقى فيه رعاة كتير جدا، ولبس الحكم بقى وحش بصراحه، اللون الاسود ده مع شكل الحلبه الاسود الحقيقه هو مزغلل عيني، الحق اتقال. ده غير كمان يا جماعه حاجه مهمه جدا الا وهي ترابيزه المعلقين اللي كانت بتتكسر واللي كانت فيها لمحه من لمحات الهارد كور، دلوقتي الترابيزه بقى فيها اضاءه، بقت متثبته اكتر، ما بقتش بتتكسر نهائي، ودي حاجه من السلبيات بصراحه. ده غير كمان ان بقى فيه اضاءات كتيره جدا تخليك مش قادر تشوف المصارعين قوي، وده اللي WWE لاحظته. الاضاءات اللي في المدرجات دي كانت كارثه، وطافتها في اخر العرض علشان تخلي المشاهدين اللي في التلفزيون يعرفوا ان هم يتفرجوا على العرض. وناتي للفقره الاهم في عرض الرو، جون سينا الاسطوره جون سينا اللي بيحضر ويشكر جماهير لوس انجلوس وبيفكرهم ان لوس انجلوس هي المكان اللي فاز بيه باول لقب عالم ليه، الا وهو لقب الاتحاد الاندسبيوتد WWE تشامبيونشيب في ريسلمانيا 21 في لوس انجلوس. وجاب الموضوع بصراحه خالص وقال كل الناس بتسالني انا هصارع درو ماكنتاير ولا هصارع كودي رودز ولا هصارع جونتر ولا هصارع سي ام بانك ولا هصارع لوجان بول ولا هصارع مين ومين ومين، وكل الناس بتسالني انت هتبقى بطل عالم للمره 17 امتى. انا مش هكذب عليكم، انا شايف ان هي مستحيل، انا شايف ان انا مش هقدر ان انا ابقى بطل عالم للمره 17، علشان انا بكل بساطه بقالي اكتر من 7 سنين ما كسبتش مباراه، بقالي اكتر من 7 سنين ما احرزتش انتصار فردي ليا، وبعاني في فترات كتير. ناس كتيره شجعتني ان انا اكسب مباراه ماني ان ذا بانك، ركز في كلامه هو ممكن يكسب حقيبه ماني ان ذا بانك، وناس كتيره برده سالتني ان انا ممكن اكسب لقب القارات، وده برده تمهيد ان WWE ممكن تخليه يبقى جراند سلام تشامبيون بفوزه بلقب القارات في فتره من فترات اعتزاله في هذه السنه بكل تاكيد، وممكن اكون برده انا الفائز بعرض اليمينيشن تشامبر وابقى انا السرفايفر الناجي الوحيد من غرفه الاقصاء في عرض اليمينيشن تشامبر 2025، وممكن افوز بمباراه الرويال رامبل. بس لحظه واحده يا جماعه، انا ممكن فعلا اشارك في عرض الرويال رامبل، ممكن اكون مشارك في نزال رويال رامبل. انا عارف ان في مجال المصارعه الحره مفيش حاجه مستحيله، انا عارف ان في مجال المصارعه الحره لا معنى للاستسلام، وده شعاري وشعاركم، نيفر جيف اب، انا مش هستسلم ابدا. انا بعدكم هنا في لوس انجلوس وكل الناس اللي بتتفرج على الشاشات وكل جماهير المصارعه الحره ان انا هشارك في عرض رويال رامبل، وهكسب كمان مباراه الرويال رامبل للرجال، وده اعلان صريح لجون سينا ان هو هيشارك في عرض رويال رامبل، ويفوز جون سينا بالرويال رامبل كمان بالمعركه الملكيه. يمكن هو حرق الموضوع، يمكن هو خلاص كده جون سينا هو الفائز. انا شايف ان النسبه تتعدى 70% ان جون سينا هيتم تكريمه بفوزه بالمعركه الملكيه للمره الثالثه في تاريخه علشان يعادل الاسطوره ستون كولد ستيف اوستن، ويبقى معاه كاكتر مصارع فاز بالمعركه الملكيه في نزال رويال رامبل في العرض الشهير عرض رويال رامبل على الاطلاق في تاريخ المصارعه الحره. فانا متحمس جدا ان اشوف جون سينا هيعمل ايه. عارف العاطفه اللي بياخدها جون سينا في البدايه وبيسلمها للجماهير، ولكن هو وضح بكل تاكيد ان هو رايح على لقب العالم للمره ال17، ودي خطه مبدئيا انا مبسوط بيها جدا. نيجي بقى للنزال اللي بعد كده، ريا ريبلي ضد ليف مورجان. نزال جيد جدا بصراحه يا شباب، كانت في سيطره متبادله بين المصارعات، وليف مورجان لم تبخل باي جهد
جهد بصراحه في النزال، وريا ريبلي كمان كانت مميزه جدا، وكان لازم تتدخل راكيل رودريجيز ودومينيك ميستيريو ان هم يسلموا الكرسي في الحلبه علشان ليف مورجان تفنش ريا ريبلي بفينش الابفيليان وتثبتها 1-2 ما تجيش 3. الابليفيان ما نفعش تماما مع ليف مورجان قصاد ريا ريبلي المره دي، مش زي السمر سلام 2024. بالعكس الموضوع ما استمرش كده، ريا ريبلي قامت سريعا وفنشت ليف مورجان ب2 ريب تاي بعد اخراج راكيل رودريجيز من الصوره ودومينيك ميستيريو بكل تاكيد، وثبتت ليف مورجان 1-2-3 بعد الاثنين ريب تاي، واصبحت بطله العالم للوزن الثقيل. ودي النتيجه اللي كانت مفاجاه للامريكان، بس احنا كنا شايفينها ده المنطقي تماما، ان ريا ريبلي تفوز اخيرا بلقب العالم للوزن الثقيل علشان تنتهي عداوتها مع ليف مورجان نهائيا، ونشوف بقى ريا ريبلي رايحه لفين بعد كده. طبعا انا شايف ان ريا ريبلي قريب ليها بيكي لينش دلوقتي، هي او شارلوت فلير بكل تاكيد. فتقييم النزال معايا هو 8/10، ولكن سيبك من التقييم دلوقتي في النزال ده بالذات علشان الاسطوره اندرتيكر رجع. ايوه يا معلم، عاد الاسطوره اندرتيكر. في الانترانس اريا اتفاجئنا بموسيقى اندرتيكر، قلنا الحنوتي هيرجع، لا رجع الامريكان باد از، رجع كروز بالموتوسيكل بتاعه حرفيا. انا ما بهزرش في حاجه زي كده، لان فعلا الراجل ضحكني جدا وهو داخل اسطوره في عالم المصارعه الحره، وانا شايفه هو احسن مصارع في العالم اصلا. دخل بالموتوسيكل بتاعه ولف حوالين الحلبه ورجع حي ريا ريبلي وسابها ومشي، وده فعلا اللي عمله اندرتيكر. ما كانش في وقت للاسطوره اندرتيكر يا جماعه، اكيد كان في وقت، المفروض كنت توفروا وقت للاسطوره ان هو يعمل برومو حتى لو هو بشخصيه الامريكان باد از، بدل ما يخش يكروز بالموتوسيكل كده. لقطه كوميديه جدا بصراحه، مش عارف كسرت برضه شخصيه اندرتيكر معايا جامد، ما بلعتهاش الصراحه، ما حدش بلعها، بالعكس كل الناس اتريقت عليه. يعني انا اول ما شفتها قلت ايه ده، دي لحظه دخول وخروج اندرتيكر من المصارعه الحره وده اللي حصل فعلا. نيجي بقى للفقره اللي بعد كده، ادم بيرس بيتكلم مع بيلي، ومن الواضح ان بيلي هتنتقل الى عرض الرو في الفتره القادمه، وتشاد جيبل بيطلب من ادم بيرس ان هو يصارع اي مصارع لوتشادور قدامه، لان هو شايف ان هو واحد من الافضل على الاطلاق، فلازم يصارع مصارع لوتشادور عشان يثبت كفاءته. فادم بيرس بيقول عذرا انا هعمل مكالمه. وطبعا يا جماعه تم اعلان النزال ان هو هيكون بنتاجون جونيور، المصارع الاسطوري في المكسيك واللي كان اسطوري برضه في اتحاد اي دبليو والمنتقل حديثا من اي دبليو لدبليو دبليو اي، وهنشوف الاسبوع القادم رسميا ضد تشاد جيبل. لو خدوا وقتهم مستريح هيعملوا نزال 5 نجوم وهيخطف الانظار. بنتاجون جونيور ده اضافه هامه جدا 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 لاتحاد دبليو دبليو اي في العموم، والناس هتعرف كلامي كويس لما تشوفوا في الحلبه اكتر واكتر واكتر. نيجي بقى للنزال قبل الاخير معانا النهارده، درو ماكنتاير ضد جي اوسو. قبل ما النزال يبتدي اصلا جي اوسو عمل سويسايد دايف على درو ماكنتاير، هجم بيها عليه، حاول كمان يفنشه بالسوبر كيك وبالسبيرو بالفروج سبلاش، ومع ذلك ما عرفش يثبت درو ماكنتاير 1-2-3 عشان يقوم درو ماكنتاير ويفشخ جي اوسو حرفيا، يدمر جي اوسو بكل ما تعنيه الكلام بمعنى. دي دي تي، الاباما سلام، هيد بات، بيج بوت، كان فاضل له الكليمور ولسه كان رايح عشان يعمل كليمور، فجاه وقع جي اوسو عشان يقرب منه درو ماكنتاير، جي اوسو يغفله ويغفلنا كلنا ويثبته 1-2-3 بالرولينج بين. الصراحه رولينج بين يعني ما حبيتوش وما حبيتش النتيجه دي خالص، ما كانش ينفع جي اوسو يكسب، كان المفروض درو ماكنتاير يخلص على ضحاياه في البلاد لاين واحد ورا الثاني ورا الثالث، ولكن دي كانت مفاجاه كبيره جدا. فوز جي اوسو حتى كان مفاجئ للجماهير، ده كان في ذهول وسط الجماهير ان جي اوسو هو اللي كسب، مع ان الناس كلها كانت بتدعم جي اوسو، لكن الطبيعي والمنطقي ان مين اللي يفوز؟ درو ماكنتاير بكل تاكيد. خساره درو ماكنتاير انا شايفها يعني مش هيستفيد منها درو ماكنتاير، بالعكس هيتضرر منها بشكل كبير، ولكنه من الواضح ان هو هيستمر شويه مع مصارعين غير رومان رينز، مصارعين البلاد لاين جيمي وجي اوسو وسامي زين لحد ما يوصل لرومان رينز. ومن المتوقع كده تواجد درو ماكنتاير ضد رومان رينز، احد الخصوم المحتملين في ريسل مانيا 41 لو ما كانش كيفن اوينز ضد رومان رينز. لحد دلوقتي من اللي انا شايفه ان درو ماكنتاير هيكون هو اللي ضد رومان رينز في ريسل مانيا 41 بكل تاكيد ان شاء الله. النزال يستحق تقييم 7/10 بصراحه، ده كان اقل نزال في العرض ده بكل تاكيد، لان نتيجته كانت صادمه وما كانش فيه اداء قوي قوي من جي اوسو، بالعكس كان الاداء وكل حاجه كانت متشاله على كتف درو ماكنتاير بكل تاكيد. نيجي بقى للفقره الاخيره معانا في العرض، ظهور هالك هوجن عشان يتم استهجانه من الجماهير، استهجان عالمي، استهجان اسطوري. انا اتبسطت جدا واتكيفت من الاستهجان اللي خده هالك هوجن، اللي بيشكر الجماهير وبيقول ان الجماهير هي الشريك اللي كان مناسب ليه والشريك الاهم. الناس ما خلتوش يعرف يكمل كلامه، ساب الانترنس اريا ومشي حرفيا لانه ما عرفش يكمل، ما سابولوش دقيقه زياده، وكان يستاهل بصراحه. يعني كفايه الامريكان مش طايقينه نظرا للعنصريه وان هو كمان بتاع مصلحته بالنسبه لدبليو دبليو اي والمصارعه الحره عموما، ومحدش بقى طايقه دلوقتي. هالك هوجن فقد شعبيته بشكل كبير، وفي لوس انجلوس هي اكدت لك ان هالك هوجن خلاص شعبيته انتهت في المصارعه الحره، وناس
كتير اساسا كانت بتنادي عليه وهو بيتكلم في المايك بيقولوا له روح موت، فيعني اوريدي الموضوع منتهي فعلا. ونيجي بقى لنزال الحدث الرئيسي معانا النهارده، سيس رولينز ضد سي ام بانك. الحدث الرئيسي الاسطوري، سيس رولينز اللي سيطر على المباراه بالطول وبالعرض في بدايتها، ولكن غضبه هو اللي خلاه يفقد تركيزه وما يكملش سيطرته على سي ام بانك، لان الغضب اللي كان منصب على سي ام بانك كان بيحاول ان هو يهجم على سي ام بانك والحكم بيعد عليه والحكم مش عايز ينهي النزال، فبيضطر ان هو يتعارك مع الحكم نفسه. ففقدان التركيز ده خلى سي ام بانك يلعب على اصابه رقبه سيس رولينز القديمه، ومع ذلك سيس رولينز فنش سي ام بانك بالفينش بتاعه هو شخصيا، جي تي اس فينش عكسي ومرتين كمان، وده اللي خلى سي ام بانك يردها له بفينش ستامب. على فكره يا جماعه فينش الجي تي اس اللي من سيس رولينز حرفيا كان احسن من اللي بيعمله سي ام بانك بصراحه. ارجع واتفرج تاني على النزال ده هتلاقي ان سيس رولينز منفذ الفينش احسن من سي ام بانك صاحب الفينش اصلا. في المقابل الفينش الخاص بالستامب اللي عمله سي ام بانك على سيس رولينز والله ما اقنعنيش قوي بصراحه، يعني ما كانش 100% حط رجله على دماغه حرفيا. وهنا سيس رولينز يردها بايه؟ باتنين بيدجري خارج الحلبه وداخل الحلبه. خارج الحلبه على ترابيزه المعلقين واللي ما اتكسرتش زي ما شرحت لك قبل كده، ان الترابيزه بقت قويه وما بقاش ينفع ان هي دلوقتي تتكسر لانها بقت صلبه. وبيدجري داخل الحلبه وفينش ستامب، ولكن ما عرفش يثبته 1 2 3 علشان سي ام بانك حط رجله على الحبل. وهنا عاد سي ام بانك وعمل كاونتر على الفالكون ايرو باتنين جي تي اس متتاليتين وثبت بيها سيس رولينز 1 2 3. ويا لها من مفاجاه، فاز سي ام بانك. وانا ضد النتيجه دي تماما مع حبي لسي ام بانك، لاني شايف ان المفروض كان البناء للمستقبل يا تريبل اتش زي ما انت بتقول وبتوضح سيس رولينز يكسب المباراه دي. سيس رولينز كان افضل من سي ام بانك في النزال بكل تاكيد، ومش هقتنع بحاجه عكس كده تماما، لان الراجل ده كان مسيطر سيطره تامه، كل الحركات عاملها باتقان، الصد عامله صح، الفينش العكسي اللي عمله على سي ام بانك كان احسن من اللي سي ام بانك نفسه عمله، اداء وتفاني بالحلبه بشكل اكتر من رائع. جارى في سي ام بانك لان سي ام بانك كان بصراحه محتاج حد يسند معاه النزال نظرا لسنه الكبير، ولكن هنا سيس رولينز اثبت قد ايه هو واحد من عرابين المصارعه الحره، واحد من افضل المصارعين في العالم، وكان يستحق من وجهه نظري الفوز بالنزال ده بكل تاكيد. ولكن للاسف ما حصلش المكسب ده، والمكسب راح لسي ام بانك. تقييم النزال 10 من 10 عجبني بكل تاكيد. ولكن ناتي بقى للتحليل الاحداث بالنسبه للنزال. سيس رولينز هيكمل مع سي ام بانك، سيس رولينز هيكمل وهيكون في ثلاثيه غالبا تاريخيه برضه مع سي ام بانك، يعني سيس رولينز ممكن يصارع سي ام بانك في رويال رامبل وممكن يصارعوا في اليمينيشن تشامبر، وهيكون النزال النهائي ما بينهم هو في ريسل مانيا 41. لو انت سحبت الخطه دي تماما وخليت سيس رولينز ما ينافسش سي ام بانك في الفتره القادمه وما يكسبوش، يبقى انت كده اللي بتدمر سيس رولينز بنفسك، لان كده غالبا هيكون سي ام بانك هينافس على لقب العالم الوزن الثقيل قصاد جونتر في العروض المتلفزه، هو صارع عليه اصلا في العروض المحليه، وسيس رولينز هتكون خططه مش واضحه، وكمان الناس مش هتكون مقتنعه قوي بشخصيه سيس رولينز، فسيس رولينز لازم ينتقم ويكسب النزال القادم ما بينه وما بين سي ام بانك بكل تاكيد. نجم العرض هو رومان رينز لان هو فاز بزعامه القبيله اخيرا وخلصنا من القصه المهببه دي، واسوا مصارع هو سولو سيكوا، والحمد لله ان هو اسوا مصارع. وتقييم عرض الرو هو 9 من 10 عجبني باستثناء النتائج الغريبه وكمان كسر شخصيه ذا روك دي اللي نقصت معايا الدرجه، لكن العرض انا استمتعت بيه من اوله لاخره. بشكركم شكرا جزيلا يا جماعه، اتمنى تكونوا اشتغلت على حضراتكم اكتر من كده، اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، تعملوا شير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا لكم كلكم. يلا سلام.